الشباب في الشوط الأول ما وجد الحلول في الشوط الأول. C'est pour ça que c'est des entraîneurs. À la mi-temps, on a complètement changé notre dispositif aussi pour trouver la solution contre le dispositif de Weber. أنا أعتقد بأن عمل المدرب عشان ما أبدأ نفسي يمكن الشوطين تم تغيير النهج التكتيكي والحمد لله توفق المدرب الطريقة اللي انتهجها في الشوط الثاني. Avec le résultat que vous avez vu, qui à partir de ce moment-là, à part, je veux dire, la fin de match qui a été un peu nonchalante de notre part, on a contrôlé, on a marqué. إذا شفنا نتيجة المباراة هذه هي نتيجة المباراة تعطيك وتعكس لك حقيقة الأداء الجيد اللي كان في الشوط الثاني وتغيير التكتيك اللي كان إيجابي. شكرا للزملاء في الاستوديو السمين عبد الله الفقير. نستضيف رئيس نادي الشباب الاستاذ خالد البلطان. نرحب فيك ابو الوليد ونقول لك كل عام وانتم بخير. اليوم 3 نقاط نبارك لكم فيها، لكن خلينا نتكلم عن المستوى الفني. الشوط الاول لم يكن الشباب، الشوط الثاني عاد الشباب كما كان متوقع. الحمد لله، الله يبارك فيك، ويعني أهني كل شبابي بهذا الفوز وإن شاء الله نواصل. الطريق طويل والدوري يحتاج نفس طويل ويحتاج متابعة ومواصلة. دائما الفريق الثقيل هو الفريق اللي يقلب نتائج المباراة. ما كنا حقيقة الشوط الأول ما أدينا أداء جيد وكان عندنا مساحات كبيرة بالخلف وكنا بوضع ما كان هو الوضع المأمول والوضع اللي رتب له المدرب، لكن الحمد لله استطاع بتغييرات تكتيك وغير التكتيك الشوط الثاني وغير مراكز اللعيبة واستطاع انه يقلب نتيجة المباراة بشكل اعتقد انه يدل ان الفريق معد اعداد جيد، ويدل ان الفريق ان شاء الله بكل ثقة سيمشي بما خطط له. احنا كل اللي نخافه يعني كل اللي نخافه انه يعني يجيك يوم دروب او يجيك يوم ما تكون في يومك وما يوفق اللعيبه، لكن احيانا يعني يكون يساندك الحظ، واحيانا مستواك والشغل الفني يكون ظاهر. اليوم الشوط الثاني ساندنا الحظ واشتغلوا شغل رائع ووفقوا وسجلوا 5 أهداف في شوط واحد. راضي كثير بان لك ابو الوليد. والله انا قد ما كنت راضي الشوط الاول راضي الشوط الثاني. ابغى اسالك في نقطه عبد المجيد الرويلي، اذا حبينا عبد المجيد الرويلي اذا حبينا نقارنه ببعض الاسماء التي انتقلت لانديه كبيره، يمكن نشاهد اللي في مستوى الانديه اللي تاتي يعني عفوا اللاعبين اللي ياتون من انديه الوسط يكون كبديل، يكون مباراه ومباراه، لكن عبد المجيد الرويلي ما شاء الله ثابت في تشكيله الشباب. والله برودوم اختاره بعنايه، برودوم يعرف كيف يختار، ومن لما بلغناه ان اللاعب قد يكون متاح تابعوا 5 مباريات وعمل له متابعه دقيقه واحصائيه دقيقه وطلب اللاعب وعرف كيف من معسكر بلجيكا عرف كيف يوظفه كلاعب اساسي ويكون لاعب اساسي وعنصر اساسي لعب الفريق. اعتقد عبد المجيد الان انسجم كثيرا مع الفريق واصبح ادواره متعدده وظهر كنجم عالي وكرقم يعني كلاعب له حسه الفني في الفريق. اعتقد هذا شيء يشكر عليه اللاعب لانه قدر يعني قدر يثبت نفسه، ويشكر عليه زملائه وساعده، ويشكر عليه الجهاز التدريبي. الجوانب اللي نتكلم فيها خارج الملعب والتي تسجل الانديه بشكل عام، 34 فوز ما شاء الله تبارك الله بدون اي خساره، حضور جماهيري كبير في مدينه مكه المكرمه، يعني خطوه باي خطوه يعني بعد خطوه فيه. الحمد لله هذا الان رقم جديد، نواصل تعزيز رقمنا السابق، رقم 34 مباراة متتالية في الدوري الممتاز بدون هزيمة ولله الحمد، رقم لأول مرة يسجل نادي سعودي، ونقصد الدوري السعودي، الدوري اللي هو الدوري الممتاز أو دوري زين. تقصد يا ولد عشان لا أحد يكلمك على نتيجة مباراة كأس الملك؟ لا مثلا كأس الملك ما في نادي سعودي استمر 35 أو 30 أو حتى في كل المسابقات، لا يوجد. احنا كل اللي نطمح ان نزيد الرقم، وان شاء الله احنا طموحنا نتعدى 40 و50 ان شاء الله، هذا طموحنا، ان يعني استطعنا قدر الامكان نسجل شيء لهالنادي ويبقى رقم صعب ورقم كبير يحتفظ في سجلات الاتحاد السعودي وسجلات النادي، واحنا متى ما توقف الرقم سنسجله في جينيس بوك لأنه رقم قياسي مسجل باسم نادي الشباب، ورقم لازم أن نثبته
باسم نادي الشباب عشان ما يجي بعد 10 سنين ولا 15 سنة ولا الآن يجي من يشكك فيه. فإحنا بنثبته بالرقم واليوم والتاريخ ونتائج المباريات ونعتمده ونسجله في موسوعة جينيس، لأنه حقيقة هذا جهد طويل من لاعبين، من أفراد، من أجهزة فنية، أجهزة طبية، من إدارات، من دعم شرفي كبير من سمو الأمير خالد بن سلطان. يجب أن يسجل الإنجاز للجميع، فهذا إنجاز مش سهل، وإن شاء الله سنواصل تعزيزه، لأنه حقيقة يجب أننا نعرف أن الأرقام لا تكذب، والتاريخ يثبتها الأرقام، والأرقام هي فوق كل شيء. النقطة الأخيرة على عجالة أبو الوليد، أيضا من ناحية الأرقام الجماهيرية الشبابية في ازدياد أيضا. الحمد لله الازدياد، الجماهير ازدياد، ولا زالت طموحنا أكبر، وأعتقد مع تعدد البطولات وتقادم الأيام وثبات النادي على هذا المستوى بمشيئة الله الجماهيرية قادمة لا محالة. لك بالتوفيق. شكرا لك أبو الوليد. شكرا طال عمرك، في أمان الله. مستويات، خاصة قاعد يتوج الآن مستوياته بالأرقام. 34 مباراة لم يخسر فيها في الدوري، هذا الرقم لم يسبق أي نادي سعودي تحطيمه، وهذا الرقم كثير من الناس يعني استغربوا، لكن لو رجعنا للإحصائيات هذا رقم يستحق أو يعني يفخر فيه أي شبابي، وكل شبابين فرحانين فيه. أنت شايف اليوم أنه تقريبا تم توزيع 5000 لوحة مكتوب عليها 34 لثقتهم بفريقهم أنه راح يحقق 34 أو الرقم 34. شكرا لك ومبروك الفوز. الأجواء حارة هنا، لكن الحمد لله على سلامتك أنت. شكرا لك.